اولا الحاجه الاولانيه انه لو هو فعلا الماده تفسيرها الوحيد هو اللي حضرتك قلته، انه لو مدني منع حد من الشرطه من المؤسسه العسكريه عن اداء واجبه، ليه مش ده اللي اتكتب؟ ليه كتبتوا جمله تاني فضفاضه؟ يعني لو ده التفصيله والحاله الوحيده اللي فعلا انتوا كافراد في التاسيسيه عايزين المحاكمات العسكريه المدنيين تنطبق عليها، غير ان انا عندي اعتراض على انه يبقى ده اصلا، لكن مش ده سؤال رد عليه، بس كملي. ماشي، لو ده فليه اصلا ما كتبتوش التفصيل؟ ليه برضو تعمدتوا تسيبوا جمله مبهمه تقبل التاويل والتفسير؟ وكمان دي حاجه، الجزء الثاني في موضوع التشريع، حضرتك مفترض حسن نيه تاني في اللي هيتولوا التشريع فيما بعد. واضح ان احنا ما اتعظناش من خبرتنا احنا الشخصيه في موضوع المحاكمات العسكريه مع مجلس الشعب الاخير، اللي هو برضو اهدر حق المدنيين وتخلى عن مشروع قانون يوقف محاكمه المدنيين تماما امام القضاء العسكري، وفضل انه يتبنى مشروع قانون اللي مقدمه هو المؤسسه العسكريه، وما شالش غير ماده واحده من القانون اللي هي بتدي حق للرئيس ان هو يحيل المدنيين المحاكمات العسكريه، لكن ابقى على المواد اللي بتدي حق القضاء العسكري يحاكم اطفال، ابقى على الماده 48 اللي هي كارثه، اللي هي ماده فضفاضه جدا بتدي القضاء العسكري. ماذا تقول هي الماده يا دكتوره؟ انا مش معايا النص بتاعها، بس ممكن نرجع لها. بتدي القضاء العسكري احقيه ان هو يحاكم المدنيين. في الدستور؟ لا، دي ماده من القانون، فاللي بقوله يعني ماشي، ما هو ده اللي بقوله انه انتوا سلطه اعلى من، ما هو بالظبط انتوا سلطه اعلى من السلطه التشريعيه. ليه تهدروا لحظه تاريخيه كان ممكن توقفوا فيها المحاكمات العسكريه للمدنيين تماما؟ طيب بانكم تحطوا جمله فضفاضه. لا انا محتاجه اكمل، انا اسفه. الحاجه الثانيه، مسوده الدستور الصادره تاريخ 11 نوفمبر 2012 كان فيها الماده رقم 63 نصها كان: القاضي حق مصون مكفول للناس كافه، وتكفل الدوله تقريب جهات التقاضي وسرعه الفصل في القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا، ويحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء. الجمله المهمه بقى: ولا يحاكم شخص إلا قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري. دي المادة 63 بصيغتها في مسودة الدستور 11 نوفمبر. 29 نوفمبر المسودة طلعت، والجملة بتاعت لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري اتشالت، واتنقلنا على المادة 198 اتغيرت صياغتها واتحط فيها الجملة الفضفاضة. ما بين 11 نوفمبر و29 نوفمبر ايه حصل عشان اعضاء التأسيسية يغيروا موقفهم من جملة واضحة بتحظر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري لجملة فضفاضة بتدي سلطات اكتر للقضاء العسكري؟ ساعتها كنت هتوافقي ايه؟ على الدستور؟ طبعا انا كاتبه قدامها، ممكن اوري حضرتك ملاحظاتي. هوافق على الماده، انا مش بوافق على كله. انا والزملاء كلهم حضرتك عارفين انه الحقيقه انا مش في خطر من المحاكمات العسكريه، وحضرتك مش في خطر من المحاكمات العسكريه، لان احنا لو انا اتحكمت عسكري او حضرتك اتحكمت عسكري او حضرتك، الاعلام هيتكلم عنا، الصحافه هتتكلم عنا، كل النشطاء والمنظمات والمهتمين هيشتغلوا علينا. لكن الحقيقه اللي حضراتكم عملتوه في الماده 198 في الدستور انكم اهدرتوا حق المواطنين الغلابه اللي مش هيعرفوا. لا اقبل الكلام. شكرا لك يا دكتوره، عندك حق الرد بعد الفاصل، هتبقى معي يا دكتور يا استاذ نادر بكار.